السلام عليكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا دايمًا في أسعد حال. طبعًا رمضان جاي بقى بحلوياته وحركاته. تعالوا نعمل بقى النهارده صينية جلاش بالكريمة، حاجة كده لا يُعلى عليها. معايا حوالي كيلو لبن، وجِبت دوّبت عليهم معلقتين نشا في نُص كوباية لبن، وحطيت 3 معالق بس من السكر، مش عايزاها تبقى حلوة أوي لإني لسه هاسقيها بالشربات، وهاقلّبها لغاية ما تتقل، وهاحط كيس فانيليا بيدّي ريحة حلوة للبن وبيمنع الزفارة بتاعة اللبن. لو عندِك كريمة لباني تمام، لو عندِك معلقة كريم شانتيه حلو أوي. لكن إحنا هنا بنحاول نعملها بأقل تكاليف علشان تعملي حاجة حلوة لولادِك، وفي نفس الوقت ما تكونش غالية عليكِ أوي. لو جالِك أي ضيوف هتطلّعي على طول لفة جلاش وهتعمليها في ثواني، ما بتاخدش وقت خالص، مجرد بس ما الكريمة بتبرد. هي عاملة زي المهلبية كده، شبيهة المهلبية. أول ما بتبرد خلاص أنتِ بتقدري تشتغلي بيها، ما تشتغليش بيها وهي سخنة علشان ما تسيحش معاكِ جوّه الجلاش، على الأقل تهدى شوية لو أنتِ مستعجلة عليها، وما تقطّعيهاش برضه وهي سخنة علشان الكريمة ما تبوظ منِّك وما تسيحش. تمام، هنا خلاص تقلت ما تقليهاش أوي. هاجيب بقى الجلاش بتاعي أقطّعه على حسب حجم الصينية. كنت عاملاه قبل كده كذا مرّة في كذا فيديو، تقدروا تشوفوا أنا باقطّعه إزاي على حسب حجم الصينية في فيديو الجلاش اللي قبل كده. تمام، هابدأ بقى أحط ورقتين وما بين كل ورقتين أدهنهم بالزبدة عشان تورّق معايا. دي من أحسن الحاجات أو الحلويات وأسرع الحلويات في رمضان، على طول بتتعمل على طول. لو عندِك بقى شوية مانجا من اللي هي بتاعة الكنافة المقطّعة دي، حطّي شوية على الكريمة، عندِك شوية فراولة، حابة تعمليها بس بالكريمة بتبقى برضه تحفة، عندِك مثلًا مكسرات حابة تحطّيها عليها أو تكتفي بيها سادة. بُصّوا الكريمة مش تقيلة أوي، يعني بتكون خفيفة شوية، ما تبقاش جامدة زي المهلبية والرز بلبن كده، لأ تبقى خفيفة شوية عشان تبقى juicy وحلوة معاكِ. تمام، هنبدأ بقى نحط الزبدة كده ما بين الورق علشان تبقى إيه، ما تبقاش مكتومة ببعض أو معجنة ببعض، الزبدة ما بين الورق بتورقها زي ما إحنا بنقول. تمام، هاقطّعها بقى بالشكل ده، وأهم حاجة إن أنا قبل ما أدخّلها الفرن لازم إن أنا أقطّعها، ما أقطّعهاش بعد ما تخرج من الفرن عشان ما تتكسّرش منّي. في حاجة تانية كمان ممكن نعملها بالكاسترد، لو عندِك كاسترد برضه هتبقى سريعة أوي لو عايزة يعني حلويات سريعة وتخلّصيها قبل الفطار على طول. ده شكلها بعد ما قطّعتها. طبعًا تقطّعيها التقطيعة اللي أنتِ عايزاها، أنا قطّعتها كده مثلثات، ممكن تعمليها مربعات زي الجلاش باللحمة المفرومة، بس حبيت النهارده أعمل شكل جديد. ده شكلها ما شاء الله اللهم بارك بعد ما خرجت من الفرن، اللون الدهبي التحفة ده وريحتها كانت حلوة أوي، ريحة الفانيليا اللي في الكريمة طالعة. كانت ريحتها جميلة جدًا مع ريحة الزبدة الصفرا، فكانت تحفة بصراحة. حطيت عليها السيرم بقى وسِبتها يتشرّب. طب السيرم عبارة عن إيه يا سمر؟ قُلناه قبل كده وهنقوله تاني، عبارة عن كوبايتين سكر وكوباية مَيّة ونُص ليمونة وكيس فانيليا، نحطهم لغاية لمّا يتقلوا وبعدين يبردوا خالص، وأبدأ إن أنا أنزّله على الجلاش وهو سخن. بُصّوا الكريمة عاملة إزاي من جوّه، حاجة كده juicy وباظظ خالص، يعني بُصّوا باظة، باظة، باظة خالص. بس أنا بقى قطّعتها وهي سخنة عشان خاطر أورّيها لكم، هي المفروض ما تتقطّعش وهي سخنة، كانت تتقطّع لمّا تهدى شوية. بُصّوا جمال الكريمة من جوّه، حاجة يعني تحفة بصراحة. طعمها حلو أوي creamy كده ودايبة مع الجلاش، هتعجبكم أوي، أوي. جرّبوها. ممكن تعملوها صوابع كمان للناس اللي مش عايزاها خرطات كده، ممكن تلفّوها رول، هنعملها مرّة مع بعض إن شاء الله في حلقة، ويا رب تكون عجبتكم وتكون خفيفة على قلبكم. ومع كوباية شاي بقى بعد الفطار، حاجة كده آخر جمال وآخر عظمة. ده شكلها من قريب، بُصّوا عاملة إزاي، ما شاء الله الجلاش من فوق مقرمش ومن تحت مقرمش ومن النُص كريمي كده، طعم آخر جمال. ونورتوني وشرفتوني في قناتي مطبخ سمر.